قادراش نتحرك من بلاصتي. الجسم ديالي كله كيقفقف. ما عرفتش شحال في الساعه ولا شحال ديال الوقت وانا في نفس الحاله. واش عرفتوا شنو هي اخيب حاجه في الوضع ديالي؟ انا في نفس البيت مع والديا، كيشوفوا فيا وعينيهم خارجين، فمهم محلول، وجههم كيخلع، ريحه الدم قويه. ما قادراش نحبس راسي من الشوفه فيهم. كنتقاتل باش ما نبكيش وما ندير حتى شي صوت. انا عارفه اللحظه اللي غنتحرك فيها غادي تكون اخر لحظه في حياتي. سلام الله عليكم اصدقائي، معكم مولات الحيك. اليوم جبت لكم قصه غادي تديكم في دهاليز الرعب والغموض. خليكم معايا نفكو خيوط هاد الحكايه. سميتي ايمن، من عشاق الكتابه والتاليف والفن الادبي بجميع الفروع ديالو. هادشي غالبا ورثته من عند الوالد ديالي الله يرحمه في هاد النهار. كان انسان مثقف كيقرا الكتوبه بزاف. في دارنا كان جامع مكتبه كبيره، ليومنا هذا كنعتبرها موروث عائلي. الدومين ديالو ما كان عنده حتى علاقه بهادشي كامل. كان خدام في مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء، اخصائي في علم الامراض التشريحي. ديما في وقت الفراغ ديالو كنت كنشوفو جالس في بيتو كيكتب. كان مانع علينا نقربو حداه فاش يكون كيكتب ولا نقربو حدا المكتبه ديالو. ما عمري زعمت نشوف شنو كيكتب. بعد ما مات عاد اكتشفت، او بالاحرى بعد ما خلى ليا كتابات على اي جريمه او جثه غريبه وقعت في المسيره المهنيه ديالو. جمعهم كلهم في ارشيف وهما اليوم قدامي. جبت لكم وحده من دوك الكتابات وغادي نعاودها لكم حرفيا كيف ما كتبها هو. 7 اكتوبر 2001. قدامي جوج ديال الجثث، مرأة وراجل. الملف ديالهم مكتوب عليه سبب الوفاة جنائي. اصلا غير من الشوفه الاولى كيبان باللي جنائي، حيت راسهم كان مدقدق والجسم ديالهم باين قاوم بزاف. البلاصه ديال القلب كانت محلوله وخاويه. غالبا التشريح ديال الجثه تيكون بشكل منهجي في هذه الحاله. اول معاينه، حوايجهم كانوا عامرين بالدم وواحد السائل كحل غريب ما قدرناش نعرفو شنو هو. ما كينتمي لحتى ماده معروفه. الجثث كانوا مازال في المرحله الاولى ديال التحلل الذاتي، ومن التصلب ديال الجسم فهمت باللي 8 سوايع باش ماتوا. درت الفحص الداخلي وخديت العينات. في الاخير تبين انهم ماتوا بنفس الطريقه في نفس المده الزمنيه وبنفس الاداه اللي ما قدرناش نعرفوا شنو هي. اداه حاده ولكن الشكل ديالها مجوف. كملت خدمتي وختمت التقرير وعطيت سبب الوفاة النهائي. غالبا في الايام العادية فاش كنسالي غير كنحط رجلي برا المركز كننسى كلشي، كنرجع لداري وولادي ونكمل حياتي بطريقة عادية. لكن في هذا النوع من الجرائم الفضول ديالي كيخدم وكنبغي نعرف ملابسات الجريمة اكتر. دازو شي ايام ومشيت عند محمد صديق ديالي، من الناس اللي مكلفين بهذا الملف، واللي عرفت من هضرتو كان كافي باش يخربقني ويخليني تالف ما فهمش واش هذاك الشي بصح ولا لا. ملي وصلوا البوليس لعين المكان واللي كان درب اليهودي بالضبط حدا النافوره، هادشي في الدار البيضاء،
بعد ما الجيران عيطولهم، ما يفيد ان واحد البنت جارتهم خارجه للزنقه كتبكي وتغوت بهستيريا، كتقول قتلهم قتلهم. كل شي كان وجههم خطوف من بشاعة ديك الجريمة. قال لي من بعد ما دخلنا لديك الدار الدنيا عامرة بالدم بشكل مخيف. القاتل ما كانش عنده منهج، قتلهم بعشوائية. من الكم ديال الدم اللي في الحيوط والأرض، يا كان كينتقم يا كان مختل. وخا بالنسبة لي أنا قاع القتلة مختلين، ماشي طبيعي أنك تسلب إنسان حياته. الجريمة وقعت في بيت النعاس ديال الأب والأم، ومن الآثار ديال الجر اللي في الأرض الجاني جرهم من بيت نعاسهم لبيت النعاس ديال البنت. الصدمة والمروع في الأمر أننا لقينا الجثات مجلسهم كل واحد في كرسي أنفاس مع الناموسية اللي في ديك البيت. جبت لي تصاور، فاش شفت داك المنظر تخلعت، تزير عليا خاطري. واخا في الطبيعي انا عندي ثبات انفعالي عالي مع هاد المواقف. بالحق الحاجة اللي ما عمري ننساها هي صورة من دوك التصاور، كان فيها حيط فيه خرباشات بالدم، ورسمة أقل ما نقدر نقول لكم عليها رسمة شيطانية، وسط منها حرف طا مقلوب. هادي شدتني كتر. المهم الجريمة بشعة، وما كان الجريمة أبشع. عرفوا من بعد أن العائلة كتكون من أب وأم وبنت صافي. هذيك البنت لقاوها في صدمة، داوها داروا لها الإسعافات وداكشي اللي خاصها، من بعد استجوبوها. قالت لهم باللي من مور ما تعشاو مشى كل واحد ينعس في بيته، هي بقات سهرانة في بيتها شوية. شي 4 سوايع من بعد سمعات شي تقرقيب وشي زديح. مشات تشوف شنو، لقات باب بيتهم محلول، الحاجة اللي ما كانتش عادية. مع غتجي تطل بان لها الدم في الارض. هربات لبيتها وتخطات، بقات مغطيه راسها من الخوف. حاولت تقنع راسها باللي داكشي اللي شافت ماشي بصح وترجع تنعس، حتى سمعات الباب كيتحرك. طلعت بشويه من تحت الغطا، شافت شي واحد كيجر والديها، جابهم لبيتها وهو كيجر فيهم. كتقول ومتأكدة باللي ما كانش من البشر، كان قرع وما عندوش شعر، وجهه الجنب اللي شافت كان محروق، وعينيه مدورين كبار وكحلين ما فيهمش نقطة ديال البياض. كان كله عريان وكيتمشى. قالت باللي كان حاني ظهره، ومشى وجاب كراسة من الكوزينة. جلسهم في كرسي ودورهم لجهتها، مشى كيفرك في الحيط بيديه اللي عامرين بالدم، وبدا تيرسم شي اشكال غريبه ما قدراتش تشوف شنو هو داكشي. قالت باللي جا قرب حداها وقال لها كان سمع داكشي اللي كتفكري فيه. مشى حل الشرجم ونقص. من بعد قالت ما ترددش
نط هربت ومشيت كنجري للزنقة. سنات على أقوالها من مور هاد الكلام، ولكن هادشي اللي سمعت منه خلاني نبني الحوار ديال ديما مع راسي. واش بصح ممكن يكونوا معانا مخلوقات ماشي بشرية ولا غير تهيؤات؟ رد عليا دماغي: واش من نيتك كتسولني سؤال بحال هذا؟ والصراحة دماغي عنده الحق. سالينا اللقاء ديالنا وطلبت منه فاش يسالي التحقيق يصيفط لي الرابور فينال ديال القضية. دازت شي ايام، واحد الليلة كنت بيرمانونس خدام، حتى جاب لي السيكوريتي واحد الملف، قال لي راه خلاه لك شي حد سميتو سي محمد. حطيت كاع داكشي اللي في يدي ومشيت جلست في البيرو، حليت الملف وانا ملهوف. شحال وانا كنتسنى النتيجة ديال التحقيق. قريته كامل وحطيت يدي فوق راسي وقلت دماغي ما عمرو غلطني، ديما عنده الحق. حسيتو تنتوما بشويه د الغرور ياك؟ المهم الخلاصه انهم من بعد ما داروا بحث مكثف وجابوا كاع الكاميرات اللي في داك الحي، لقاو باللي واحد الراجل دخل معاه 2:45 دقيقه للموبل اللي فيه ديك الشقه. مع الربعه داز ديال الفجر، داز من حدا نفس الكاميرا اللي شداتو هو داخل. كان كيتمشى جار رجليه، كيتمشى بشويه، ما خرجش من نفس الباب. والغريب في الامر انه كان عريان فعلا. ما دوزوش بزاف في التحريات حتى شدوه واكتشفوا باللي داك الراجل مختل عقلي. مرة كيبدا يدور تما. كان النص في وجهه محروق وعنده حدبة في ظهره. الشي الاخر البنت غير من الصدمة خلاتها تشوفو باللي هو مخلوق غريب، حيت الدماغ ديال الانسان نوقع الصدمة عليه يقدر يعطيك تفسيرات منطقية والعكس يكونوا ماشي منطقية في مرة باش يحمي راسو. وهادشي اللي وقع للبنت. لقاو البصمات ديالو ولا دائن مطابقين للعينات اللي كانوا في مسرح الجريمة. لقاو عليه القبض وما كانش كيهضر في مرة، ما قدروا يعرفوا منه والو، كيدخل ويخرج في الهضره. دوزوه للخبره باش يعرفوا السلامه العقليه ديالو ويكملوا المسطره ديالهم. ولكن الحاجه اللي بقات ملغومه انهم ما لقاوش اداه الجريمه ولا قدروا يعرفوا شنو دار بدوك الاعضاء اللي حيد من الجثث. واغرب حاجه من هادشي كامل مازال لحد الان ما قدروش يعرفوا كيفاش دخل للدار. والبنت كتأكد ان باها كيسد الباب كل ليله قبل ما ينعس. ومن مور المعاينه اللي داروا ما كاين حتى محاوله اقتحام. بقاو بزاف ديال الاسئله وعلامات الاستفهام تابعين هاد القضيه واخا تسدات. وحتى لهنا اصدقائي غادي نكونوا سالينا القصه ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم. تهلاو لي فراسكم حتى القصه المقبله ان شاء الله.